السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وإخواتي في الله، عاملين إيه يا حبايبي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نخش في موضوع الفيديو زي ما احنا متعودين مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بحب أشكر كل اللي بيدعمني بأي شكل من الأشكال، سواء اللي بيعمل لي لايك على الفيديو أو بيكتب لي تعليق فيه كلمة طيبة، أو إن هو أول مرة يتابعني أو يشاهدني إن هو بيعمل اشتراك في القناة وبيفعل زر الجرس عشان يوصله جديد بأمر الله تعالى. كل ده بيخليني إن أنا أستمر وأقدم محتوى مفيد يفيد الغاية بأمر الله تعالى. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا في الفيديو ده، والموضوع ده لو ركزت فيه هتتقدم كتير وهيوفر عليك وقت ومجهود كتير، لأن الفيديو ده فيه كمية معلومات تقدمك مش تأخرك، تنور طريقك مش تضللك، تخليك تمشي بسرعة البرق. طب ايه هو الموضوع ده؟ الموضوع ده ازاي توصل لمستوى قوي في الباب او النوع اللي انت بتربيه، ويعتبر برضك من حمام متوسط، بس هياخد وقت معاك. طب ليه انت بترشح لي ان انا اشتغل بمستوى متوسط؟ المستوى المتوسط هنقول ان هو على قد تمام ماديات اكتر الغواة، لان الحمامات الجامدة اللي هي فيها مواصفات وتكوين ونمر كتير بتبقى سعرها عالي، ومش اي غاوي بيفرط فيها بسهولة. طب الحمام المتوسط موجود، الحمام المتوسط عند نسبة كبيرة من الغواة. طب أهم حاجة إن أنت تعلى بمستوى الحمام المتوسط ده وتوصل بيه لحمام جامد وربنا يمن عليك ويظهر عندك الطفرات. هو كلها في الأول في الآخر رزق من عند ربنا، بس إحنا بنسعى وبنجتهد وربنا ما بيضيعش تعب حد. طيب عشان أعلى بمستوى النوع او الباب اللي انا عايز اربيه وابدا ادخل مستوى متوسط واعلى بيه لمستوى جامد ويظهر عندي طفرات. طيب مبدئيا كده اهم حاجه ان انت تبقى عارف مواصفات الباب او النوع اللي انت بتربيه، ايا كان النوع او ايا كان الباب، سواء بقى بول او صافي او تلاوين او حمام زينه، ايا كان لازم تعرف مواصفات الباب او النوع اللي انت بتربيه. ولازم برضك تبقى عندك حتة المعلومة الصح من مصدر موثوق منه، بمعنى لازم تعرف العيوب الشرعية والعيوب الغير شرعية في الباب او النوع اللي انت بتربيه، لان ده هيقدمك كتير. لان العيوب الشرعية بتتورث في فرخك وصعب الطلوع منها وبيأخرك كتير. تبص تلاقي قافل على نفسك 3-4 سنين بتشتغل مع الحمامتين بتوعك وبتفرخ منهم، تبص تلاقي انت حمام عندك مثبت فيه العيوب الشرعية. اما العيوب الغير شرعية فانت بتستثني او بتتغاضى عنها وبتدخلها عندك وبتشتغل عليها، ومع الوقت فرخك ولقوك تمام وكتر فرخك وعينك ومعرفتك للنوع تمام او الباب اللي انت بتربي في مواصفاته صح، فبتبدا تمحي العيوب الغير شرعيه دي مع الوقت، تبدا تثبت حمام فيه مواصفات ونمر وتكوين جبار. وده اللي في اول وفي الاخر بيخلي يبقى ليك بصمه في الباب او النوع اللي انت بتربيه، وبيخلي الغواه تردد اسمك ان انت عملت بصمه وماسك مستوى قوي في الباب او النوع اللي انت بتربيه، وفي نفس الوقت بتسمع بين الغواة. طيب في كام نقطة لازم تشتغل بيهم عشان توصل لمستوى قوي من الحمام المتوسط اللي انت هتدخله. طيب مبدئيا كده اهم حاجة ان انت خلاص عديت مرحلة
تمام، او وصلت لمرحله ان انت بتقدر خلاص تعرف تمام مواصفات الباب او النوع اللي انت بتربيه صح، وعينك كويسه تمام، وفكرك كويس، وفي نفس الوقت برضك عندك حته ان انت بتعرف تفرخ الباب او النوع اللي انت بتربيه، لان كل باب او نوع ليه طريقه فرخ معينه، مش كل الحمام بيتفرخ بطريقه معينه. يعني الابلق فرخه غير المسود، غير حمام التلاوين زي اللي هو الحمام الخشن زي القطقاطي والعنبر الاسمر والاسود غزار والمرقع والاحمر غزار. عامه كل حمامايه ليها طريقه فرخ معينه. يعني ايه ليها طريقه فرخ معينه؟ يعني ليها مراحل فرخ مستقله بنفسها وليها حضانها. مبدئيا كده اي غاوي فرخ حمام من غير حضان يفشل ويتأخر كتير ويقع منه حمام كتير. اي غاوي ما عندوش حضان كويس هيقع منه حمام كتير، ومش هيوصل في وقت قصير لمستوى كويس، هيفضل مدة طويلة، وفي نفس الوقت برضك هيقع منه حمام كتير. يبقى لازم حضانك هو عدة الشغل بتاعتك. يعني ايه حضانك؟ يعني اللي هو انت بتحط تحتيه الحصواية او الحصويتين، ويبدأ يرعوا لك الزغاليل. من بعد ما الزغاليل بتطلع من الحصى وتفقس بيبدأوا يلبنوا، وبعد كده بيهتموا بالزغلول لحد تمام عمر الفطام، لحد ما تقطف الزغلول. طبعا بيكونوا مهتمين بالزغلول جدا. والحمام الحضان ده يا جماعة حمام عشان الناس تبقى فاهمة الحتة دي. الحضان ده كل نوع او باب انت هتربيه ليه حضان معين. يعني ايه ليه حضان معين؟ اهم حاجة بيترتب الحضان ده تحت حاجة اساسية، ولازم تكون في الحمامية اللي هي الحنية. لازم الحمام الحضان يكون حنين. يعني ايه يكون حنين؟ يعني زي ما بيقولوا كده قلبه على زغاليله، بيموت نفسه تمام، وياخد اللي عنده ويديه لايه؟ لعياله بالبلدي كده. يبقى لازم اهم حاجه في الحضان، اهم حاجه الحنيه. تاني حاجه ان هم يكون عندهم قوه دفع، ان هم يخشوا يعضوا في الكلفه. ان هو اول حاجه يبقى عنده اقبال ان هو ياكل بفضل الله، ويخش يعض في الكلفه ويملى حصالته، ويبدا يخش يزق زغلول او الزغلولين زي كده الكمبروسر الهواء اللي بينفخ الكاوتش، يخش ينفخ الزغلولين. تبص تلاقي عندك زغاليل الله اكبر، بتتمتع بصحه جيده. طب تمام كويس جدا. كل حضان تمام هيختلف عن التاني في حته العظم. يعني مثلا لو انت بتربي مثلا كشكات، فالحمام الحضان هنا بيكون حمام عظمه ابره، يعني عظمه رفيع. في نفس الوقت ده بيساعد ان الحضان ده يبقى حنين وياخد عظم الحمام الكشك ده، لان حمام الكشك عظمه صغير جدا وحنين. فانت محتاج برضك عظم، او انا بسميها كماشه مظبوطه على عظم الكشك ده. غير المسود، المسود بيبقى عظمه طبعا محمل وعظمه عمران وشبعان تمام. وفي نفس الوقت بيبقى محتاج حمام بشدق واسع. يعني ايه حمام بشدق واسع؟ يعني حمام شدق واسع عشان ياخد الحمام الحضان ده يفتح بقه والزغلول بيقرب يبقى الكماشه تمام بتاعت الحضان بتاعت الحمام اللي هو المساوي ده، الحمام اللي هو عظمه محمل ده، يبقى كماشه واسعه تاخد الزغلول بفضل الله ويزقه بامر الله. وبرضك قلت لك كل حمامايه ليها حضانها. طب الله ينور عليك. طب انا برضك مش عايزين نتوه من حته الموضوع بتاعنا الاساسي، ازاي اعلى بمستوى الحمام اللي عندي تمام، اللي هو الحمام اللي انا هدخله حمام متوسط واوصل للحمام الجامد واللي يظهر عندي الطفرات. خلاص هنبدا دلوقتي بقى المرحله الاساسيه، ان انت بيمن عليك ربنا بيمن عليك بتجهز حضانك زي ما قلت لك حسب النوع او الباب اللي انت هتربيه. جهزت حضانك تمام التمام، تبدا تعمل حاجه كويسه، تبدا تدخل ذكر تمام وتشغله على انتيتين. بتجيب ذكر وتشغله على انتيتين، ولو مادياتك تسمح تمام تشغل ذكرين على 4 نوتي. يعني كل ذكر وتيتين
مع بعض، وكل ذكر وانتيتين مع بعض، يعني بالبلدي كده بتعمل شجرتين، شجرة ألف وشجرة ب. الشجرة الألف إيه اللي بيحصل فيها؟ الشجرة ألف تبدأ تدي الذكر، أول حاجة بتبدأ تدي الذكر تمام للنتاية الأولانية. طيب الذكر اللي هو اللي في المجموعة ألف لما تدي لنتاية مثلا الأولانية، هبدأ آخد منه حصويتين وأحكم على فرخه؟ لأ. بص الحتة دي، أنت دلوقتي هتشتغل بذكر على نتايتين، تمام؟ لو ربنا من عليك هتشتغل بذكرين على 4 نوتش، كل ذكر ليه نتايتين، كل ذكر ليه نتايتين، يعني شجرة ألف وشجرة ب. وهقول لك تعمل إيه. طب خلينا في المتاح دلوقتي اللي هو ذكر على نتايتين عشان ما تتوهش مني. لما أبدأ أشغل ذكر على نتايتين، فأنا باخد الذكر الأولاني ألاقيه للنتاية الأولانية. طيب النتاية الأولانية باخد منها 10 ولا 20 ولا 3؟ بصوا عشان برضك تبقى فاهم الحتة دي. أنا عاوز أحكم على القص ده إن هو فرخ عندي بيفرخ عندي كويس ولا لا، وهل الذكر هيستجيب على النوتي اللي عندي ولا لا. فبعمل ايه؟ باخد الذكر والاقي لي النتايه، وابدا اخد من النتايه 6 أو 8 حصويات، يعني باخد من النتايه 6 أو 8 حصوات. يبقى الذكر الاولاني تمام مع النتايه الاولانيه باخد منها 6 أو 8 حصوات. ازاي؟ هو انا هحلب النتايه؟ لا، انا هقول لك ازاي. طبعا انت النتايه الثانيه حاططها في مسطبه التشبيب بتاعه النوتي، وانا ذكرت ازاي بيبقى مساطب التشبيب بتاعت النوتي بتبقى عامله ازاي، وبجهز النتايه ازاي لموسم الفرخ وحافظ عليها وتكمل معايا. لان النتايه دينامو تمام وعصب وعمود غاوي فرخ الحمام. طيب دلوقتي النتايه الثانيه في مسطبتها خلاص، انا خدت الذكر الاولاني اللي هو الاساسي مع النتايه الاولانيه، خدت منها 6 8 حصوات. طب هاخد منها 6 8 حصوات ازاي؟ هقول لك ازاي. اول حاجه الذكر بيكون عنده طبعا زايف جدا وبيكون حامي، والنتايه برضك بتبقى زايفه وحامي، بيبقى في هنا اشتياق، بتبقى انت مشوق الحمام لبعض بالظبط. بتبص تلاقي النتايه 3 4 ايام رميت لك الحصوايه الاولانيه، خدت الحصوايه الاولانيه ركنتها في حته مظلمه ما يوصلهاش تيار هواء شديد ولا حراره عشان احافظ على البيض. وبجيب بيضه بلاستيك او بيضه بايظه حيضه وبحطها تحت ايه؟ تحت الحمامايه، تمام كده، تحت الحمامايه. طب ايه الغرض من كده؟ انا عاوز اخلي الحصويتين اللي النتايه هبدهم يبقوا في ميعاد واحد عشان الزغلولين يفكوا في نفس الوقت تمام من الحصى، ويبدا الزغلولين يمشوا مع بعض، لان الاهالي تبدا تلبي الزغلولين في نفس الوقت، وما يبقاش عندي زغلول صغير وزغلول كبير، يبقى انا تلاشيت زغلول صغير وزغلول كبير، وقدرت برضك احافظ على الزغلولين. طيب الحصويه الاولانيه اللي النتايه بضتها اللي هي النتايه السليمه، ببدا اكتب ميعاد اللي هي حصت فيه او هي بضت فيه، ده هيفيدني كتير قدام عشان اعرف ميعاد الفأس سواء في الصيف او في الشتاء. لو في الصيف من 16 ل 17 يوم حسب تدفئة القص لحضانه، تمام، لحضان بيضه، وبرضك في الشتاء من 20 ل 22 يوم حسب تدفئة الحضان لبيضه، برضك ده بيختلف ده عن ده. يبقى انا بكتب على الحصوايه ميعاد تاريخ اول بيضه، اول ما باضت بكتب ايه التاريخ بتاعها عليها، وطبعا بأيدها في كشكول. وطبعا انا عملت فيديوهات على النقطه دي. طيب بعد ما خدت البيضه الاولانيه وكتبت عليها ميعاد ان هي باضت امتى، ببدا اركنها على جنب في حته مظلمه ما يوصلها تيار هواء شديد ولا اشعه شمس عشان احافظ عليها. وباخد البيضه البلاستيك او البيضه الحائط دي بحطها تحت الحمامية عشان الحمامية ما تقلقش. بتيجي النتاية تبيض البيضة التانية، تمام كده، بتيجي النتاية تبيض البيضة التانية، باخد البيضة تمام التانية اللي هي بيضتها، وابدأ اكتب بقى تاريخ برضك تمام البيضة. طيب انا هنا عندي بيضة سابقة بيضة في يوم او يومين مثلا، بعمل ايه؟ باخد التاريخ انهي اشتغل عليه، بتاخد من التاريخ تمام اللي هو التاريخ البيضة التانية، تاريخ البيضة التانية بتاخد ميعاد ان انت
تعد بقى 16 او 17 يوم سواء في الصيف، او بتعد من 20 ل 22 يوم حسب الشتاء. من هنا ده بيفيدك في ايه؟ بيفيدك ان انت ما يحصلش عندك كبس الزغلول. يعني ايه ما يحصلش عندك كبس الزغلول؟ يعني بفضل الله الزغاليل ما تموتش جوه البيضه، بتبقى عارف ميعاد الفأس امتى، فانت بتمر وبتعمل متابعه على الحمام المنتج بتاعك او على الحضان بتاعك، وبتبدا طبعا تعمل ايه؟ بتبص على الحصى، لو الحصى ما فكش في الوقت المناسب انت بتخش بريشه خفيفه، تمام، تبدا تفتح للزغلول وتساعد ان هو يطرشق ويطلع من البيضه. طيب، وفي نفس الوقت برضك بيساعدني ان انا لو عندي حضان برضك بشوف الميعاد اللي موجود على اللي انا كاتبه على الحصى او على البيض يناسب الحضان اللي عندي في نفس الوقت وكده. ونصيحه تمام من مربي غاوي فرخ حمام، ما يعني اكتر الايام يبقى فرق يومين او 3 بين الحمام الغالي في حصاه وبين الحمام الحضان، يبقى يومين او 3. طيب هنا خلاص انا قدرت بفضل الله احافظ على البيض وتمام التمام. طيب كل ده عندي بفاينل، كل ده عندي في كشكول بسجله ماشي بالورقه والقلم عشان ما توهش. ما ينفعش اشتغل جهجهوني كده او بالدماغ، يعني برضك احنا النسيان موجود عندنا كلنا، فانا بشتغل بالورقه والقلم عشان ده يعتبر الفاينل بتاعي، تمام، او السيستم بتاعي اللي انا بلتجئ له، وده بيسهل لي كتير ان انا اشتغل صح. طب مبدئيا هنا كده بيبقى النتايه تحتها ايه؟ بيبقى تحتها حصوايه اللي هي البلاستيك او الحصوايه الحيضه، بسيبها 5 6 ايام عشان تطمئن المكان. باخد الحصوايه وارميها بره اللي هي البلاستيك او الحيض، وببدا طبعا اخد اطرقع لحد ما اوصل ل6 او 8 حصويات كده. مهمه النتايه الاولانيه بالنسبه لي خلاص. طيب هنا بقى في حاجه مهمه بقى اللي انت لازم تاخد بالك منها، انتاج الذكر او فرخ الذكر على الانتايه الاولانيه، تمام. ببدا اعمل ايه؟ ببدا طبعا كده انا بركب دبل في الانتاج بتاعي، بدبل طبعا هي الالمونيا، تمام، دي بتبقى عليها اسمي، تمام، وعليها رقم تليفوني والمحافظه بتاعتي، تمام. دي لحاجات كتير، لحاجات ان بتبقى بتنتسب الحمام ده ان هو فرخك، ان انت اللي فرخه، وفي نفس الوقت برضك لو الحمام ده راح عند غواه والحمام ده اتباع وعمل نتائج كويسه وفرخ كويس عند الناس، فانت بتسمع كده. وطبعا الموضوع ده بقى قليل دلوقتي لان بقت في ناس كتير بتاخد، لما بتلاقي فرد الحمام جامد من عندك بتقص دبلتك، تمام، وممكن تحط دبلته او ما تحطش دبله، بس اهم حاجه هي تشيل الدبله بتاعتك عشان بيعتبر بيضيعوا مجهودك ومش عايزين المستوى ده ينتسب ليك. طيب بنيجي بقى ايه؟ بنيجي دبل البلاستيك. طب ايه فايده الدبل البلاستيك؟ هقول لك ايه هي فايده الدبل البلاستيك. فايده الدبل البلاستيك ان انا دلوقتي هشغل ذكر، ركز معايا في الكلام ده والله انا هطول عليك بس كلام، تمام، مش كلام، دي معلومات عن تجربه هتخليك تنور طريقك وبصيرتك في كل حاجه، هتريح، هتوفر عليك الوقت والمجهود ومادياتك، مش هترميها في الارض، هتستفاد. طيب يبقى كده في ان هي الدبل البلاستيك. طب فايده الدبل البلاستيك ايه؟ فايده الدبل البلاستيك يا جماعه بارقام وبالوان. طب انا هشتغل ماليش دعوه بالالوان، انا هشتغل احسن حاجه بالارقام، تمام. ولو عايز تشتغل بالالوان ماشي، بس انا المتاح مثلا عندي لونين تاني، لا انا هشتغل بالارقام افضل. لو عايز تشتغل بالالوان ومتاح عندك الوان كتير ماشي. لو هشتغل بالارقام فانا الذكر الاولاني مع النتايه الاولانيه فرختها. طب انا طرقعت من نتايه من الذكر الاولاني عن النتايه الاولانيه، طرقعت منها 6 8 حصويات. ببدا اعمل ايه؟ بحط في الانتاج اللي هيطلع ده من من الذكر الاولاني عن النتايه الاولانيه، بحط دبلتي الاساسيه اللي هي النحاس او الالومنيوم المكتوب عليها اسمي ورقم تليفوني ومحافظتي. والدبله البلاستيك بحطها في الرجل الثانيه، تمام، يعني واحده بحطها في رجل زغلول، تمام، اللي هي الالومنيوم او النحاس، والرجل الثانيه بحط فيها دبله بلاستيك. الدبله بلاستيك بعمل ايه بقى؟ ببقى طبعا فيها رقم هنا، بعمل فاينل فرخ الذكر، تمام، الاولاني او اللي انا هسميه مثلا، ممكن اسميه مثلا زنجر، اسميه ايا كان، على انتهى مثلا بندق، على انتهى ايا كان، اسمي النوتي، عايز تسمي النوتي، عايز تسمي نوتي، عايز تحط رموز، عايز تحط ارقام براحتك، يعني عايز تخلي الذكر مثلا ذكر الف ماشي على انتهى مثلا ب. شوف انت عايز هتمشيها ازاي، شوف انت هتسمي حمامك ازاي، سواء اسامي او رموز او ارقام عدد. طيب
ده هيفيدني في ايه؟ ده هيفيدني ان انا الذكر الاولاني مع النتايه الاولانيه في انتاجهم بحط الدبله الاساسيه بتاعتي في رجل الزغلول، تمام، اللي هي الدبله النحاس او الدبله الالومنيوم، اللي هي عليها رقم تليفوني وعليها محافظتي، تمام، وعليها اسمي. والرجل التانية بحط فيها ايه؟ الدبله دي. الدبله دي تمام اللي هي بلاستيك دي بيبقى فيها رقم وبيبقى فيها لون. انا بعمل ايه بقى؟ انا بكتب الرقم، بكتب مثلا ده مثلا 99، يبقى 99 في ده فرخ ذكر الف، تمام، على نتايه ب، او فرخ ذكر واحد على نتايه اتنين، او فرخ ذكر زنجر على نتايه بندق، تمام، ايا كان بقى، تمام. ده هيساعدني في ايه؟ ده هيساعدني ان انا عارف الذكر ده فرخه مع النتايه ده ازاي، ما بلخبطش الدنيا. يعني مش هينفع ادي عشان ما اديش الاخوات لبعض. بص الحته دي، تمام، الذكر الاولاني على الفرخ النتايه الاولانيه ببقى عارف فرخهم ازاي، تمام، وعارف دول ولاد الاب، دول ولاد الذكر والنتايه دول. طب والذكر بردك الاولاني هشغله على النتايه الثانيه بعد ما اسحب النتايه الاولانيه واسحبت وطرقعت منها 6 او 8 حصوات، بردها في مسطبتها تاني واديها كالسيماتها، بعيد اعاده تاهيل ليها وبفلترها من اول وجديد عشان اخليها جاهزه بردك لشغل ادخلها على الذكر التاني. والنتايه التانيه بدخلها واعمل نفس الشغل اللي انا دخلته مع النتايه الاولانيه، تمام كده. طب النتايه التانيه بكتب مثلا ذكر مثلا، سواء بقى زي ما انا فهمتك بالرمز او بالرقم العددي، تمام، او بالحرف من الحروف، ومع نتايه كذا. وبرضك بفرخهم برضك بحط الدبله بتاعتي الاساسيه اللي هي الدبله النحاس او الالومنيوم اللي عليها اسمي ورقم تليفوني ومحافظتي. والرجل الثانيه بحط فيها دبله بلاستيك بالرقم او باللون اللي يريحك، تمام. برضك ببقى بنتسب الانتاج ده بين الذكر ده وده. ده كده ايه؟ كده انا عرفت انتاج الذكر الاولاني على النتايه الثانيه على النتايه الاولانيه، والذكر الاولاني على النتايه، تمام، الثانيه. كده انا قدرت عرفت فرخ الذكر على النتايه الاولانيه انهي، والذكر الاولاني برضك هو عن النتايه الثانيه انهي. بعمل ايه كده؟ بعمل كده ايه؟ ببعد بالدم شويه، ببعد بالدم شويه، وفي نفس الوقت ما اجيش اجوز الاخوات لبعض، لان تجويز الاخوات لبعض يا جماعه، تمام، ويعتبر من الدرجه الاولى اللي هي الاقارب من الدرجه الاولى. ده بيضعف، اول حاجه بيضعف الحمام عامة، بيضعفوا ايه؟ نمرة واحد بيضعف الحمام في صحته، في مناعته. الحمام بيبقى مناعته ضعيفة. بعد كده الحمام، تمام، بيكون برضك هزيل، الزغاليل بتكون هزيلة، ما بيبقاش عندها قوة، تمام، جسمانية، او بتتمتع بصحة قوية. تالت حاجة برضك ان اللي بتدي الاخوات لبعضها من الدرجة الاولى ده بيعمل ايه؟ ده بيضعف، تمام، وبيقلل مستوى النوع او الباب اللي انت بتربيه. يعني بتبص تلاقي مثلا حمام كتير بقى، مثلا مثال حمام كتير عظمه خف، تمام، حمام كتير عين ضيقت مثلا حمام كتير مثلا بقى يقصر، حمام كتير مثلا بقى يظهر فيه مثلا ريش ابيض اللي هو بيبقى مش بيبقى حمام فيه مشاخ، تمام، او حمام مظفر. فانت في غنى عن الحمام. النقطه دي جواز الحمام، تمام، في الانتاج من الدرجه الاولى بتدي الاخوات لبعض، اللي هي التجويز من الدرجه الاولى بتدي الاخوات لبعض، ده بيضعف لك وبيقلل لك مستوى الحمام. طيب كده انا بعمل ايه؟ مبدأ طبعا اشبب هنا الشبابات اللي هنا، تمام، او الانتاج اللي هنا اللي هو من الذكر على النتايه الاولانيه، والذكر برضك على النتايه الثانيه، بشبب الزغاليل هنا. ببدأ طبعا اختار هنا، خلي بالك الحمام، تمام، لازم يتشبب. ليه؟ كل مدى عن مدى يا جماعه في حمام وهو زغلول يبهرك وبعد كده مستواه بيقل، وفي حمام مع الوقت، تمام، بيبقى بتحس ان هو مستواه متوسط بعد ده كده بيعلى. اهم حاجه تشبب الحمام. يعني لما الحمام خالص يبات عليه السنه تحكم عليه، حمام يبات عليه السنه تحكم عليه. تبدا انت تعمل ايه هنا؟ خلاص انت راجل عرفت مواصفات الباب وعايز تثبت مواصفات الباب. طيب انت ما بتعمل مواصفات بتثبت مواصفات الباب هنا، تمام، بتاخد مثلا هنقول مثلا ذكر وانتهى الجامدين اللي هنا، وذكر منتهي من الجامدين هنا، تبدا تلاقيهم لبعض وتمشي هكذا لحد ما مع الوقت وصبرك في فرخك في الباب. والموضوع بياخد له يا جماعه عشان تبقى فاهم بس
كتر شغلك مع الحمام ده هياخد عشان توصل لمستوى جامد ويوصل عندك الطفرة، بياخد له 4 5 سنين و6 سنين. ده بيرجع برضك لإمكانيات وجهد وتعب وفكر الغاوي. تمام؟ عرفتوا بقى ليه الحمامة الجامدة ليه ماسكة سعر، أو الحمامة الجامدة صعب أي غاوي يفرط فيها؟ دي بتيجي بعد تعب، تمام، ومرمطة وشقة كتير. طيب يبقى أنا كده إيه؟ يبقى أنا كده عرفتك إزاي تعلى بمستوى الحمام او النوع او الباب اللي انت هتربيه، بان انت بتدخل مستوى متوسط تعلى بيه مستوى ايه عالي. طب في نقطه هنا برضك، النهارده الحمام المتوسط ده بيبقى فيه نمر ناقصه. الحمام المتوسط ده بيبقى فيه نمر ناقصه. الحمام المتوسط ده لما يكون فيه نمر ناقصه، تمام، فانت لما بتيجي تاخد يعني يعتبر ايه، بتنتخب حمام. لما تيجي تنتخب حمام ناقص نمره او نمرتين. ليه؟ كل ما زادت، تمام، يعني مواصفات تايهه من الحماميه اللي انت بتدخلها او النوع اللي انت بتربيه او الباب اللي انت بتربيه، فيعني اكتر من نمرتين، اكتر من 3 نمر او 4 نمر بتتوهك. في نفس الوقت بتاخد وقت جامد عشان تثبت النمر دي في فرخك وفي انتاجك. فانت لو هتشتغل بالحمام المتوسط فانت تجيب عيب او عيبين، تمام، ناقصين، تمام، في الباب او النوع اللي انت بتربيه، وبتبدا تعمل لقو تكميلي. اللقو التكميلي ده عباره عن ايه؟ اللقو التكميلي ده عباره عن اللي ناقص في الذكر، تمام، بتستعين بيه في النتايه، واللي ناقص في النتايه بتستعين بيه من الذكر. يبقى ده اسمه لقو تكميلي، عشان مع الوقت وفي فرخك يظهر عندك، تمام، انتاج، او يظهر عندك مواصفات وتكوين ونمر ثابته في الباب، وفي نفس الوقت بشكل متكرر. ما تبصش تلاقيش فرد حمام، تمام، او زغلول فلته كده جامد وعندك 10 زغاليل طالعين مستوى قليل، لا، يبقى في نسبه وتناسب. يعني هنقول نسبه السرده، تمام، ممكن يعني المفروض تكون مثلا 20 او 25. انا بقول لك نسب، المفروض نسبة السرد عندك عشان تعرف ان انت هتوصل مستوى جامد ولا لا من 20 ل 25. ونسبة المتوسط عندك هتبقى مثلا بتتراوح مثلا من 35 مثلا في المية، تمام. والنسبة التانية برضو هتبقى مثلا في حدود مثلا ايه اللي هو المستوى الاعلى شويه او جامد 40%. كده انت ماشي صح. لكن ما تجيش تفرخ حمام وتبص تلاقي نسبه السرد عندك 60% او 70%، والجامد 1%، والمتوسط مثلا 20% او 25%. لا، لازم يكون نسبه العالي، تمام، اعلى من نسبه المتوسط، تمام، اعلى من نسبه السرده. ولازم نسبه المتوسط تبقى اعلى من نسبه السرده، ولازم نسبة السردة تبقى نسبة قليلة جدا، تمام. ده هيفيدك كتير والله. الكلام اللي انا بقوله لك ده عن تجربة، وما شمتش على ظهر ايدي عشان اعرفه، لا، انا كنت يعني ببحث، تمام، وبقى عنده حب وجري للمعلومة واسأل اغواء حريفة، تمام، لحد ما ربنا من عليا وبدأت اي معلومة باخدها بأيدها في اجندة عندي. انا ما بقولكش ان انا علامة، ما بقولكش ان الكلام اللي انا عندي ده محدش هيقوله لك، مش هقول لك، بس انا ربنا من عليا وبالبلدي كده كان عندي صبر وجري وحب ورا المعلومة، وربنا من عليا واتكعبلت في ناس مصدر ثقة وعرفوني الدنيا ماشية ازاي. فانا من واجبي اللي انا الناس سهلته عليا انا اسهلهولك ازاي؟ ان انا اقدمهولك بما يرضي الله وعن مصداقيه وعن تجربه. انا مش هخسر حاجه لما احب لك الخير. انا مش هخسر حاجه لما تاخد معلومات من عندي كده وتبقى جامد. انا برضك هكون جامد. تكفى ان انا اديتك معلومه تقدمك مش تاخرك. تكفى ان انا اديتك معلومه تنور طريقك وبصيرتك. كفايه ان اديتك معلومه، تمام، تحافظ على قرشك في الايام اللي احنا فيها دي. انا مش يعني انا يا جماعه مش هينفع اعمل فيديوهات، تمام، لا مؤاخذه، اضحك عليكم ولا فابرك ولا انا ما عنديش الحته دي. انا عندي حاجه بشتغل بيها ونجحت بقدمها لك، تمام. طبعا انا ببقى زعلان من عدم التفاعل على فيديوهاتي. انت لو ركزت في فيديوهاتي انت بتبص لي من بصه السن، انت بتحكم على البني ادم بالسن. هو لازم انا يكون شعر ابيض؟ هو لازم انا اكون شعر ابيض عشان تسمعني؟ هو لازم اكون شعر ابيض عشان تبقى يعني تثق ان انا بديك معلومه صح؟
ولازم يكون انا شعر ابيض تمام عشان تاخد تطبق المعلومه من ورايا. مش كده يا جماعه. انا برضك اللي علمني ناس، اللي علمني برضك شباب صغير، وبرضك اللي علمني ناس شعرها مؤاخذه ابيض. انا ما بقللش من حد، انا كل الناس فوق راسي، بس انا بتكلم ان هي مش بالسن. احكم عن اي محتوى، مش محتواي، احكم على اي محتوى. اشتغل مع اي محتوى كده وركز في كلامه وطبقه، قدمك، يبقى انت كده فعلا بتتابع محتوى كويس، وصاحب المحتوى ده صاحب راجل محترم وامين وعنده مصداقيه وناجح. انا ما بقولكش تمام يعني مش بقلل من الناس اللي هي الكبيره في السن ولا الصغيره، انا بتعلم من الصغير قبل الكبير، وكل اللي علمني ناس صغيره وناس كبيره، ولما زال لسه بتعلم. بس انا بجد بزعل ماليش تفاعل على فيديوهاتي تمام. يعني انا مش هينفع اقدم لك محتوى بفبرك، مش هيبدا اقدم لك محتوى اكذوبه، مش هينفع اقدم لك محتوى تنقير على فلان او تشتيم في فلان، او ان انا اجرح فلان، او ان انا مثلا يعني اجيب سيره فلان. لا انا مش كده، انا مش طبعي كده ولا اتربيت على كده تمام. بس الواحد برضك بيبقى حابب ان يعني قناه يعني يكون يعني ناجح. ببقى مبسوط لما يجي حد كده يكتب لي كده تمام رساله او تعليق تمام، او يتصل عليا بسم الله ربنا يبارك لك، ده العلاج اللي انت قدمته في الفيديو اللي فات ده عمل نتائج جباره معايا. ببقى مبسوط طبعا، انا الحاجه دي انا شغال بيها مع الحمام فبديها لك بس. فانا بنور لك طريقك، فزي ما انا بنور لك طريقك انت افتح نفسي. اللايك مش هياخد، يعني اللايك على الفيديو مش هياخد منك وقت، مش هياخد منك حاجه. لو مش مقتنع بالكلام بتاعي ده وحاسس ان فيه مثلا نقطه ولا 2 ولا 3 غلط، قول لي لا في عندك غلط 1 2 3، عرفني، مش عيب. المعلم بيموت وهو بيتعلم. مش عايز اطول عليكم، انتظروني كل جديد ومفيد للغاوي وللغير المصريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.